مبسوطه النهارده ان انا معايا النجمه الجميله واللي دايما منورانا على شاشه البغداديه، النجمه والمطربه بوسي برحب بيكي ومنوراني على البغداديه. ميرسي يا حبيبه قلبي، شكرا ليكي يا قمر. مبروك على تكريمك النهارده في عيد الام، وكل سنه وانتي طيبه طبعا، واكيد كل سنه وكل ام مصريه وعربيه طيبه. يا رب وانتي طيبه يا روح قلبي. ميرسي يا روح قلبي. ايه احساسك ايه النهارده بالتكريم؟ مبسوطه طبعا، يعني عارفه انت فرحه جميله قوي قوي ان انا بتكرم لاول مره عشان انا ام، ومش قادره اقول لك، اكيد انت حاسه بيا يعني. يمكن النهارده كمان موجود امهات كتير هيتكرموا، وطبعا انت من ضمن. يمكن النهارده كمان لفته انسانيه جميله ان انتوا جايين تشاركوا الامهات المسنين فرحتهم بالتكريم. احساسك ايه النهارده باليوم؟ احساس جميل قوي ان انا في وسط الامهات ودي حاجه جميله قوي من جمعيه رساله انها تعمل يوم للام وتفرحهم وتبسطهم، عشان اكيد الامهات دي تعبت وانا من ضمن الامهات. طبعا حاسه بكل ام تعبت وربت وشقت على ابنها او بنتها، فبقول لهم شكرا شكرا، ربنا يخليكم لينا ويديكم الصحه. كيف دعم الفنانين في الفتره الجايه ان هم يساندوا اي حدث انساني زي اللي احنا فيه النهارده ده؟ يا ريت يعني يا ريت يبقى في جمعيات كتير تبقى زي جمعيه رساله، انها تبسط الناس وتساعد الناس وتشوف اي محتاج زي بره. زي بره في يعني في جمعيات كتير بره بتساعد الناس، يا ريت يبقى في جمعيات كتير كده. بصي، يمكن احنا طبعا متشوقين نعرف اخبارك الفنيه ايه وجديدك في الفتره الجايه، وخصوصا احنا عرفنا ان في حاله نشاط فني لبوسي في الفتره الجايه، عايزين نعرف بقى منك. ان شاء الله. مفروض انا في عندي حاجتين، في بخلص الالبوم بتاعي وقرب يخلص وهينزل على اول الصيف ان شاء الله، ويا رب يعجب الناس. والخبر التاني ان انا قربت اخلص الفيلم بتاعي. طب نتكلم الاول عن الالبوم وبعد كده نتكلم عن الفيلم. عايزه اعرف منك تعاونتي مع مين من الشعراء والملحنين، ويمكن دايما انت بتقدمي لنا في كل عمل بتقدمي لنا فيه، سواء غنى او سواء سينما او اي حاجه بتقدميها حاجه مختلفه. ايه المختلف اللي انت هتقدميه في الالبوم؟ لا الالبوم حاجه مختلفه جدا، عشان الافلام بتبقى سياق درامي، الاغاني بتبقى مربوطه بسياق درامي، بتبقى عايزه شكل الاغنيه معينه رايحه في سكه معينه. لكن الالبوم بتقدري بقى تحطي فيه احساسك واللي انت نفسك تغنيه او الحاجه اللي انت بتحسيها، فطبعا احساس مختلف خالص. لكن الالبوم بتاعي فيه حاجات كتير مختلفه عن اللي انتوا سمعتوه يعني. ايه بقى؟ طب ايه، غششينا كده حاجه. في حاجات دراما، في حاجات هاديه شويه، في حاجات كتير كويسه يعني. الحمد لله ان شاء الله ما ينزل يا رب يعجب الناس. يمكن بوسي شويه كمان خرجت من قالب المطربه الشعبيه ومن قالب الفن الشعبي. التيمه دي انت شايفاها ازاي، والتحول ده شايفاه ازاي؟ لا انا بغني نوع معين، يعني الافلام بتبقى عارفه انت بتبقى اغاني معينه، لكن مسيري هطلع من الحته دي بس مش على طول، يعني مش هطلع منها مره واحده او مش هطلع منها على طول. لا اكيد انا بحب الغنى الشعبي وبحب الاغاني اللي فيها رقص وهيصه، الناس نفسها تفرح واحنا نفسنا نفرح، بس فيعني مش هيبقى كله دراما 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 يعني. الالبوم مين تعاوني معاه من الشعراء والملحنين؟ والله في ملحنين، في استاذ محمد عبد المنعم، في استاذ هاني فاروق، في استاذ عصام كريكه، في مؤلفين استاذ ملك عادل، استاذ هاني الصغير، في كتير قوي عشان ما انساش بس محدش يزعل مني. اخترتي عنوان الالبوم ولا لسه؟ لا لسه والله، لسه مستنيه ما يخلص خالص وساعتها بقى نختار بقى الاغنيه اللي تبقى الهيد وتبقى على اسم الالبوم. تصوري حاجه منه قريب؟ اكيد اكيد ان شاء الله، بس مستنيه ارسى على حاجه معينه عشان اصورها ان شاء الله. نتكلم بقى عن الفيلم. اوكي. هينزل عليه صغير ان شاء الله، وهو اسمه الحرب العالميه الثالثه. طبعا الثلاثي الاشقياء بموت فيهم، بحبهم جدا جدا جدا، هم شطار، بيحبوا الشغل بيحبوا النجاح، وانا مبسوطه ان انا بتعامل معاهم لاول مره وانا من اشد المعجبين بيهم بغض النظر عن الشغل. انا من قبل الشغل انا بحبهم، بحب شغلهم عشان هم فعلا شطار، وانا مبسوطه ان انا بتعامل معاهم. هم كمان معروفين ان هم بيقدموا الكوميديا الراقيه شويه، كوميديا راقيه ومحترمه وشيك، يعني ما الواحد ما خجلش منها، وهم بصراحه لفتوا انظار كل الناس وعملوا كاركتر ليهم وعملوا شكل ليهم كده، يعني ربنا يوفقهم يا رب. طب الدور بقى بوسي هيبقى كوميدي في الفيلم؟
لا هو يعني كده على كده، بس خليه مفاجاه عشان هو مفاجاه للناس كلها، مش تتخيل ان انا ممكن اعمل الشخصيه دي خالص. دايما الثلاثي بيطلعوا حاجه كده من كل فنان بيبقى معاهم. مفرقعين، هم مفرقعين، هم بصي عملوا شكل ليهم، عملوا بصراحه واثبتوا نفسهم في وسط المجال، وربنا يوفقهم. كمان هم عندهم ميزه مش موجوده عند اي حد، ان كل عمل بيقدموه سواء كان كوميدي او كان بيناقش اي قضيه، بيقدموا قضيه هادفه. في الحرب العالميه الثالثه شايفه من وجهه نظرك هيقدموا ايه؟ مش عارفه والله، عشان هم لخبطوني بصراحه، هم لخبطوني، انا مش فاهمه هم عايزين ايه بالظبط. فاساليهم هم بقى، يمكن هم يفيدوكوا ايه اكتر مني، عشان انا مش فاهمه حاجه. الفيلم ده مش فاهمه حاجه فيه، اي حاجه خالص. هتغني في الفيلم يا بوسي؟ اه ان شاء الله تبقى اغنيه الدعايه، هي اغنيه واحده في الفيلم. انت عارفاهم هم ما عملوش قبل كده اغاني دعايه، فبس هم عاملين فكره جديده، والشخصيه هي اللي يعني اوريدي الشخصيه بتغني، الشخصيه اوريدي يعني بتغني وفنانه استعراضيه، فاللي هو لازم اغني فيها، ما ينفعش ما اغنيش فيها. بس يا رب تعجب الناس، وهي حاجه مفرقعه شويه، حاجه طاقه. هنستناها اكيد وتكون معانا موجوده على شاشه البغداديه. انا سمعت ان انت عامله اغنيه النهارده بمناسبه عيد الام، صح كده؟ السنه اللي فاتت عملناها، من السنه اللي فاتت، وان شاء الله يا رب تعجبهم. كلميني عن الاغنيه. الاغنيه يعني انا مبسوطه ان انا عملت حاجه للام، عشان امي وحشتني بصراحه، وان انا ام، وبهديها لكل ام جميله، وربنا يا رب يديهم الصحه ويخليهم لينا، وهم البركه، هم البركه، من غيرهم احنا ولا نسوى بجد، احنا من غير اي ام ولا نسوى، من غير الام ما نعرفش نعيش، هم البركه. ربنا يدي كل ام الصحه والعافيه. لو قلت لك كلمه تقوليها لكل جمهورك اللي دايما متابعينك على شاشه البغداديه وكل جمهورك في العراق، تقولي لهم ايه؟ بقول لكم بحبكم جدا، وبحب العراق جدا، وبشكركم جدا 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 انكم متابعيني ومتابعين اخباري، ويا رب كده اقدر اقدم لكم كل ما هو جديد يبسطكم وتحبوني اكتر واكتر واكتر واكتر. كل سنه وانتم طيبين.